السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ملتو. نخش على المقادير. معايا نص كيلو دقيق، معايا 3 معالق كبار سكر، ومعايا معلقتين كبار لبن بودرة، ومعلقة الا ربع كبيرة ممسوحة لبن خميرة فورية، ومعايا رشة ملح، ومعايا ربع معلقة من البيكنج باودر، ومعايا كوباية مية ومعلقة خل وربع كوباية زيت. هنزل بكوباية المية مية عادية من الحنفية، وانزل بالسكر واللبن البودرة والخميرة الفورية والملح والبيكنج باودر ومعلقة الخل والزيت. هقلبهم كويس مع بعض. هتقولي انت حاطه خل ليه؟ الخل بيدي للعجينة هشاشة كده وبيخليها حلوة، وطعمها مش هيبان خالص. طبعا انا الخل معلقة كبيرة، وهنزل على طول كده بنص كيلو دقيق، دي نخلة طبعا، واقلب بيه كويس واعجن بقى بايدي. وطبعا طلعتها من الطبق، قلت عشان خاطر اعجن كده براحتي. انا حاطه بس معلقتين ميه صغيرين خالص في قلب الطبق، وباخد كده واعجن في العجينه كويس. عجنت فيها كده حلو. وبعد كده امسح الطبق بمسح الزيت، وامسح برضو وشها بمسح الزيت، واغطيها واسيبها تخمر كده شويه، مش تخمر قوي يعني، اسيبها حوالي ربع ساعه، عشان طبعا احنا في الصيف والحاجه بتخمر بزياده، فبتخلي الحاجه تسيح. يعني العجينه في الصيف بتسيح، فما خمرهاش قوي، يعني نص تخميره. احط كده رشه دقيق صغيره خالص على الرخامه، او ممكن مسحه زيت عادي، واقسم العجينه ل4 قطع، واحط العجين اللي انا قطعته دوت كده، ألمه زي البرتقانه كده، واحطه في الطبق واغطيه علشان خاطر وشه ما ينشفش. يا ريت اللي وصل معايا للمقطع ده يا ريت ما ينساش اللايك الحلو بتاعكم، وتشرفوني في القناه، وتكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم. دلوقتي بقى هفرد القطعه من العجينه، وهدهنها بالسمنه او بالزبده براحتكم، دهنه كده بسيطه. واجيب قطعه العجينه من اللي في الطبق، واحطها عليها وافرد الاتنين كده فوق بعض. افردها كويس لغايه ما اطلعها يكون شكلها مدور. بص، بتتفرد معايا طبعا عشان العجينه يعني مرتاحه، فبتتفرد معايا بسهوله وسلسه جدا. ولو لقيتوها بتمط زي الاستيك، سيبوها بس دقيقتين وارجعوا لها تاني، بس طبعا تكونوا مغطيينها عشان خاطر وشها ما ينشفش. بص اتفردت معايا عامله ازاي. دلوقتي انا هقطعها، قطعتها كده بالنص، وبعد كده ارجع اقطعها 4 ارباع، واقطع كل ربع تاني، يعني زي البيتزا كده لما بنقطعها. طبعا لو عايزه تقطعيها وتطلعيها اصغر من كده، طبعا اقطع المثلث ده كمان. دلوقتي الحشوه معايا شوكولاته بيضه، ومعايا شوكولاته غامقه، ومعايا جبنه. الحشوه بقى اللي تعجبك، اللي انت عايزه تحشيها احشيها بيها براحتك. طبعا هحط الحشوه واقفل. دي الجبنه ديت براميلي. اما معايا الصينيه هنا، بوريكم الصينيه ممسوحه بس مسحه زيت كده بسيطه خالص. الف كده الملتو واشد، يعني ايد بتلف وايد التانية بتشد شويه العجينه، علشان خاطر بس تديني لفات اكتر وتبقى حلوه. وارص في الصينيه اهوت. اقفل كويس قوي القفله اخر الملتو، اقفله كويس عشان خاطر في التخمير ما يفتحش، واخليه بعيد عن بعضه شويه، ما احطوش قريب قوي من بعضه، عشان طبعا لما حجمه يزيد شويه ما يلزقش في بعضيه. بصوا عامل هنا ازاي.
واسيبه شوية. اعمل طبعا القطعتين اللي باقيين نفس اللي انا عملته في الاولانية، حطيت ما بينهم سمنة وفردتهم. وافرد عادي، بقول لكم مش لازم يعني نشابة، عادي لو بايديكم هتتفرد عادي، بس امسح بس الرخامة بمسحة زيت كده صغيرة وهيتفرد معاكي بكل سهولة. وهقطع برضو الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي صعوبة، سهل جدا. وعلى فكرة كان طعمه في منتهى الجمال، والله العظيم بجد جربوه يا بنات هيعجبكم قوي. طبعا اول ما خلصت شغلت الفرن البوتاجاز، بشغله قبلها حوالي ب10 دقايق. وادهن هنا، بدهن يا اما بحبة مية صغيرين وعليهم حبة سكر، يا اما بصفار بيضة وعليها كيس فانيليا، يا اما طبعا اللي انا بفضله يعني يا اما مية بسكر يا اما لبن بودرة، معلقة لبن بودرة ومعلقة سكر، وحوالي 3-4 معالق مية، واقلبهم وادهن بيهم العجينة. امسحها كده بسيط، ما ما اضغطش على العجينه، واحط في الفرن على نار وسط. بيقعد حوالي ربع ساعه، وبعد ما بيطلع برضو بدهنه بنفس الدهان اللي انا دهنت بيها ومسحه الزبده، واغطيه واسيبه يبرد. بعد كده بيطلع معايا، بصوا عامل ازاي، طري وهشش وجميل جدا جدا، كان طعمه حلو قوي. يا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والكومنت الحلو بتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.